بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، وبعد. بصفتي كرئيس جمعية شجاع الفلاحة والبيئة والتنمية الاجتماعية، ونيابة عن ساكن الدوار مغيزرات بصفة عامة، أشكركم أولا أنتم كمنبر إعلامي مدينة العيون 24 الذين تعتبرون كنافذة تطل على مدينة العيون بأكملها وعلى أخبارها وعلى أحداثها. كما أشكر الناس اللي حاضرين معنا كل منخرطين في الجمعية ديال الشجاع الفلاحة والبيئة والتنمية الاجتماعية، وأشكر كل اللي جاو ساعدونا في هذا النشاط الذي يعتبر كبادرة أولى وكنشاط أول للجمعية. ويعني جاءت الفكرة ديال هذا النشاط وديال هذه البادرة التطوعية والخيرية واللي تعتبر في سبيل الله وإكراما لهؤلاء الموتى، وكما يقال إكرام الميت دفنه، والدفن يتم في القبر والقبر يوجد في المقبرة، وبالتالي فالعناية بالمقبرة لها علاقة، إكرام الميت لها علاقة مباشرة بالعناية بالمقبرة، وتعتبر بصفة عامة هي الملاذ الأخير والمثوى والسكنة الرئيسية والأخيرة ديالنا كاملين. وبالتالي هذه النظافة اللي كتشوفوا كما كتشوفوا هنايا تعتبر أول عمل وأول نشاط وأول حملة ديال النظافة في هذه المقبرة منذ أن دفن أول مرحوم في هذه المقبرة، ونتمنى أنها ما تكونش هي الأخيرة. نتمنى أن تكون أنشطة أخرى بإذن الله، وهي مبرمجة إن شاء الله في الأهداف ديال الجمعية. يعني كاين هناك أنشطة، وهذه المبادرة هي كخطوة أولى في طريق طويل جدا. يعني كاين ما يدار بزاف، غير خص الناس يفهموا العمل الجمعوي ويفهموا الأنشطة ديال الجمعية ويتحدوا تحت مظلة هذه الجمعية باش تتحد الكلمة لقضاء المصلحة العامة وتجاوز المصالح الضيقة والقيام بكل ما يهم الساكنة بصفة عامة. نعلم جميعا أننا لنا أعمالنا الشخصية ولنا مشاغلنا الدنيوية، لكن يجب أن نتحد على المصلحة التي نشترك فيها جميعا، من أشغال عامة وبنية تحتية، من إصلاح للطرقات وكنظافة بحال هذا النشاط هذا، وهناك أنشطة أخرى. يعني والمصلحة العامة هي التي تجمعنا. وكما أوجه من خلال منبركم هذا الشريف، أوجه رسالة إلى كل الذين يرتادون ويزورون هذا القبور، أنهم الله يرحم الوالدين اللي جاي يزور المقبرة يجي يزور المرحوم اللي عنده هنا في القبور ويترحم عليه ويقرأ عليه القرآن. أكيد أن يوصل له ذاك الترحم ديالك، يوصل للمرحوم. والله يرحم الوالدين ما تعلقوا لك سواء في السداري ولا في هاد الطقوس، كفانا من هاد الامور. يعني ملاحظه يعني جل تقريبا، يعني هاد الاخرين كتشوف يعني بعض الملابس يعني رواج، يعني واش طقوس ديال الشعوذه ولا لا؟ هذه نهضروا بصريح العباره، هذه ماشي طقوس، ماشي عادات، ماشي ما عندهاش شي اسم. هي الاسم الوحيد الذي والمصطلح الوحيد والصحيح الذي يجب ان نطلق عليها هو مصطلح شعوذه. هذه شعوذه حيث اننا نجد ان الملابس المعلقه في السدره وفي الاشجار هي ملابس بصفه عامه ملابس داخليه، ملابس معقده عقادي، يعني امور ما عرفناش شكون كيديرها، واش في الليل واش في النهار. اللي كيخليهم انهم يديروا داك هذه معتقدات قديمة، خرافات، جهل، قلة وعي. يعني حتى قلة الوعي يعني كتدير واحد مساهمة بشكل كبير في هذا. ونتمنوا أن الإنسان يكون عنده، والناس اللي يجوا يزوروا هنا يتحلوا بقوة الإيمان، فاللي مريض ولا عنده شي مشكل ولا باغي يدير شي حاجة ولا يتوجه لله سبحانه وتعالى، ما تجيش للقبور. السيد سيدي علي إبراهيم رحمة الله عليه هو إنسان له سيئاته وله حسناته، ونحن كأحياء احنا اللي خصنا ندعو معاه بالرحمة والمغفرة، ماشي هو اللي غادي نطلبوا منه يغفر لنا. فالله سبحانه وتعالى اللي عنده شي حاجة يتوجه لسيدي ربي، ما يتوجهش للقبور. القبور ما كتعطي ما تنقص، القبور اجي للقبور، الله يرحم الوالدين وترحم على المرحوم ديالك وسير في حالاتك. وحتى الماكله في القبور فهي لماذا حرمت؟ فهي فيها يعني سامه بهذا المعنى، وهذا السم اللي يتناوله الانسان في الطعام ديال القبور يتوارث عن ابا عن جد، ويقدر تكون
تسبب في هلاك ديال الابناء ديالك، انك تناولت واحد الطعام في المقابر وذاك الابن ديالك لا ذنب له الا انك انت جاهل ومشيت تاكل في القبور. وبالتالي رسالتنا الى كل الذين ياتون الى المقابر بصفه عامه، سواء مقبره سيدي علي ابراهيم او المقابر في ربوع المملكه كامله، انهم يترحموا على الموتى ديالهم. مزيان اننا نمشيو نزوروا المقابر ديالنا، مزيان اننا نترحموا على الموتى ديالنا، ولكن باش نعلقوا هاد الخرافات وهاد الخزعبلات هذه اللي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تزيد ولا تنقص لصاحبها من شيء، فيعني هي امور يجب ان تكون متجاوزه في عصرنا هذا. فنحن في 2016 وتلقى الناس عاد كيعلقوا مثل هذه الامور. وراك شت سي نور الدين هاد المسائل هذه اللي كتعلق ملابس داخليه، يعني حاله يرثى لها. والله يندى الجبين انك تجي تدفن واحد المرحوم هنا وتلقى هاد المسائل هذه. فاحنا ان شاء الله درنا هاد البادره كخطوه اوليه، رغم اننا كما شفتوا كاين الوسخ بزاف الامور، يعني خصها واحد اليومين ولا 3 ايام. درنا كخطوه اولى اليوم اننا ان شاء الله نقيو اللي قدينا عليه، بحيث اننا غادي نصليو الظهر، يعني محاصرنا الوقت. لكن من بعد ان شاء الله اننا نوعدوا الناس ونجمعوا الناس ونجيو نعاودوا النظافه باش نكملوا النظافه ديال القبور. رجاء يعني ونتمناو اننا من بعد ما نلقاوش هذه المسائل هذه. ورسالتنا كذلك للسلطات والمنتخبين انهم تكون عندهم واحد الالتفاته جاده للموتى ديالنا والمرحومين ديالنا، وفي انتظار ان شاء الله اننا تكون الالتفاته لهذه المقبره، لان ربما هي الوحيده اللي باقيه ما درنا لهاش السور، ما داروا لها السور. في حيث ان كما كتشوفوا في المقابر كامله عندها السياجات، عندها سور، عندها بيبان محترمه لها حرمه، والمقابر يجب ان تكون لها الحرمه. نطلب ونسائل الناس المنتخبين اللي عطيناهم الاصوات ديالنا انهم يلتفتوا لنا واحد الالتفاته جيده والتفاته فعاله، والتفاته تكون تراعي التنميه الاجتماعيه ولا التنمويه، بحيث ان الدوار ديال المغيزرات بالخصوص كان النصيب ديالو من الحصه ديال جامعه عين الحجر نصيب زهيد جدا. يعني عمرنا ما شفنا الجامعه انها التفتت لنا بشكل فعال ولا بشي مشروع اللي تنموي اللي جاد. وبالتالي نتمناو من هذا المجلس الموقر الجديد انه تكون عنده واحد الالتفاته طيبه بالناس اللي فيه المسؤولين الذين نشكرهم، الذين مدوا لنا يد المساعده واستقبلونا واستقبلوا الطلب ديالنا بكل فرح وسرور، وقالوا لنا اللي خصاتكم مرحبا. فنتمناو ان شاء الله يلتفتوا لهذا الدوار. خاصنا بزاف ديال الحوايج في مقابل اننا كنتعرضوا وتعرض الدوار لبزاف ديال يعني الاضرار، من بينها واخرها وهو ان المجلس البلدي والبلديه ديال العيون رمات علينا الزبل ديالها. ونقول الزبل شرف الله مسامعكم واحتراما لكم، ما هذيك الزبل وهذاك الزبل اللي تما اللي رماو علينا طرح لانه زبل عشوائي، لان مطرح مصطلح لطيف يطلق على المطارح القانونيه في اوروبا. اما هذا زبل كيرميو علينا بصفه عشوائيه، كيخلط الكاميون يقلب فين ما وصل يقلب ويولي في حالته، فهذا يندى له الجبين. ونحن نستغرب ان المجلس الجماعي ديالنا ديال القرويه، لا المجلس الجماعي ديالنا ولا المجلس البلدي ولا المسؤولين بصفه عامه ما التافتوش وما هضروش على هذه النقطه هذه، بحيث انهم لقاو هذه البلاصه هنا كيرميو فيها الزبل، وصحابهم راهم لقاو المطرح فين يحطوا الزبل ديالهم، صافي تهناو. فمن خلال هذا المنبر اننا نقول لهم احنا كمجتمع مدني وكفاعلين جمعويين وكسكان اننا ان شاء الله غادي تكون بوادر وتكون انشطه وتكون تحركات في ظل محاربه هذا الوباء اللي، وكما كتشوفوا هذه المناطق رعويه اللي محيطه والسكان اللي محيطين بهذا الزبل اللي كيرميو علينا الناس ديال البلديه ديال العيون. فالميكا انتشرت بشكل كبير، الذبان كيهاجمنا في الصيف يعني بواحد الشكل ملفت للنظر. الماشيه ديالنا تتعرض للهجوم ديال الذباب، والماشيه هي مصدر الرزق الوحيد ديال هاد السكان هادو. فبالتالي يعني والله يعني امر يندى له الجبين. خص المسؤولين يلتفتوا واحد الالتفاته جيده ويفكروا جديا هاد الحلول الترقيعيه
وهاد الحلول الضيقه اللي راهم يتخذوها واللي يعني كيضرقوا امورها راه لا تفيد في شيء. خاصهم يفكروا الناس المسؤولين وهاد المجالس الجديده اللي عطاوهم عباد الله الاصوات ديالهم يفكروا لنا في حلول نهائيه وفي حلول جديه وفي حلول يعني التي ترقى الى مستوى صوت المواطن. فماشي غير تدير الاصوات ديال الناس تجمعهم وتمشي تريح الناس. وبالتالي يعني خاص المطرح خصو يحايد. هذا كطلب يعني نهائي. والطلب الاول ديالنا انهم خصهم يوقفوا علينا رمي الازبال في انتظار انهم يحيدوا علينا داك الشيء. يعني انتم كساكنه ديال المغازرات يعني كتعانيوا بالتهميش والاقصاء؟ وبطبيعه الحال انا قلت لك المجلس الجماعي ديالنا ديال القرويه راه حنا الدوار الوحيد واللي قريب من الوزين ديال السيما ومعمل الهولسيم وما تلقي يعني ما شفناش من الجماعه اللي كتلقى مبالغ ربما طائله من المعمل ديال الهولسيم. عمرنا ما شفنا شيء منذ تاسيس الوزين ومنذ حنا هنايا ومنذ تاسيس هاد الجماعه القرويه. عمرنا ما شفنا شي مشروع. واللي اللي بغى يتحداني ويقول لي دارت الجامعه القرويه شي مشروع في دوار مغيزرات يجي. انا هنا موجود رئيس جمعيه تشجيع الفلاحه والبيئه التنميه الاجتماعيه الصوفي سعيد يجي يوريني هذا المشروع. هذا هو منذ الاستقلال عمرنا ما شفنا شي مشروع هنايا. داروا شي حويجات يعني لا علاقه لها بسميتو. دوركم كجمعيه يعني شنو هو المطلب الوحيد اللي كتوجهوه للناس المسؤولين؟ ومطلوب يعني نحن كمجتمع مدني نطالب بالسلطات. حنا بغينا نتعاونوا وبغينا نخدموا يمدوا لنا يد المساعده لا غير يمدوا لنا يد المساعده يدعموا لنا الاهداف التنمويه اللي راه حنا باغيين نحققوها ان شاء الله. الا ما بغاوش هما يخدموا يعاونونا حنا نخدموا الاهداف ديالنا. اهداف تمس البنيه التحتيه تمس تعليم الابناء ديالنا اللي كيعانيوا واحد الرداءه ديال التعليم بواحد الشكل غريب جدا. حنا عندنا هنا التلميذ لا يتجاوز السابعه كينجحوا في السادس وما يكتبش جمله مفيده والله ما يركبها. فهذا امر كارثي. نتمنى ان شاء الله من المسؤولين والسلطات اللي كنشكروهم جميعا ومع كل احتراماتنا لهم انهم يساعدونا ويوقفوا معنا في تحقيق اهدافنا الاهداف ديال الجمعيه التي تخدم بشكل مباشر السكان. وشكرا لك.